كل واحد في المغرب غادي يشري دار من عندنا. هذا هو الحلم ديالي، المغاربه كاملين اللي يكونوا ساكنين 30 مليون نسمه ولا 40 مليون نسمه بالاحصاء الجديد كاملين غنكونوا حنا هما السبب باش تسكنوا، سواء نكونوا بنينا ليهم سواء غنكونوا يعني بعنا ليهم الدار ديالهم سواء غنكونوا كرينا ليهم. حيت علاش بغينا نرجعوا العقار واحد البلاصه اللي هي زوينه اللي الناس يوليو يجيو ليها بحب، ما يبقاش عندهم داك الخوف وداك التعامل. حنا بغينا نبدلوا يعني العقليه، وهذه هي الفكره. لا كانوا كاع الناس جاوا مثلا وقلب على الفرد غير لقاه ولقى في بلاصه اللي هي زوينه ولقى الثمن اللي هو مزيان، نكون انا فرحان. ولا جا واحد الانسان مثلا سكن في واحد الدار وعطاوها ليه مزيان وفينيسيون مزيان وداك اللي باع عليه بقى كيضحك معاه دوز الامور مزيان، غنكون انا فرحان. حيت عندي واحد الحلم اللي هو المغاربه كاملين يعني يوليو ملي تبداو السميه ديالي يقول لك الله يرحم لي الوالدين. دونك هذه واحد الحلم وواحد الحاجه اللي هي كبيره وكتحتاج بزاف ديال الخدمه. حنا دابا راه خدامين يعني بادين دابا بالبروجي ديال الجديده والبروجي ديال اسفي. تلاحظوا فريق العمل ديالنا راه ملي كيجيو عنده الناس كيتقاتل معاهم باش يتعامل معاهم مزيان، يوقف معاهم يقاد معاهم الامور كامله. حنا كنحاولوا نجيبوا حتى هما مشاريع يعني باثمنه اللي هما مزيانين، مثلا 15 مليون. ما كاينش اللي غيجيب لك مشروع يقول لك غنبيع لك مثلا هذوك يولي 15 مليون. اغلبيه كدوي معاهم دابا كيولي 35 مليون. كيجيو عند الناس تقول لهم فلوس الدعم عطاو علينا ولا عطاونا النوار. يعني كاين مشاريع، ما كندويش على كلشي اللي كاين واحد الاقليه اللي كتخلي الناس مساكن مشحونين. حنا كنحاولوا نبدلوا هادشي كامل، يعني نجيبوا واحد الحاجه جديده ندخلوا واحد الحاجه جديده. كاين الشركات حتى هما هنايا المغربيه اللي مهتمه بالداتا، كنسميو واحد الحاجه ديال الداتا اللي هي المعلومات عندنا في القطاع العقاري في المغرب. ملي كتجي تشوف حنا صنفونا من الدول اللي عندهم الشفافيه قليله، لكن حنا هما الاولين في العالم العربي زعما من ناحيه ديال المعلومات. حنا احسن وحدين في العالم العربي. تونس مصر هادشي، ولكن هادشي غير كافي. حنا مازال من الدول اللي ما عندهمش شفافيه وما عندهمش معلومات اللي مزيان. نديروا واحد السيت اللي هو كبير يكون فيه المعلومات كامله، هاد الدار الكرا، هاد الدار بشحال تباعت، هاد الدار فين كاينه في هاد البلاصه، يولي يدخلوا الناس يلقاو معلومات. حيت هاد القضيه كتعاون بزاف في العقار وكتجذب الاستثمارات اللي هي كثار وكتسهل على الناس الحياه. حيت المشكل اللي عندنا هنايا كاينين منصات اللي خدامين على هاد المعلومات، غير هو كتقول لي كيشد شي معلومه كيخدم بها هو كيبغي يدخل بها الفلوس. يعني ما كاينش هذاك الترونسبارونسي اللي خصها تكون في العقار وخصها تكون في بزاف ديال المجالات. وهذا هو كيبقى من الحلم ديالنا اننا نقدروا نديروا هاد القضيه، واننا نقدروا ندخلوا حتى هادشي ديال الاي اي والتكنولوجيا وهادشي ندخلوه للناس. بداو يشوفوا الديور 3D، بداو يعرفوا الدار شحال فيها ديال الطول ديال العلو. يعني كتسهل على الناس الحياه. تقدر الناس يدوروا يشوفوا الدار ديالهم غير من بيسي، يدخلوا يشوفوا يعني المشاريع اللي بغاو. هادشي اللي خصو يكون ان شاء الله في المستقبل الاستخدام هو ديال الاي اي ديال الذكاء الاصطناعي تا هو نخدموه الناس يعني باش يسهل عليهم في البحث يلقاو هذاك الشيء اللي باغيينه بالثمن اللي هو مزيان. كانت هذه هي الافكار ديالنا وهذه هي لا فيزيون ديالنا. كما شفتوا البروجيات اللي عندنا دابا قدامنا ديال الجديده كنبيعوا فيه 20 مليون، يعني بروجي واعر جا قريب ديال بحال البروجي ديال اسفي حتى هو 30 مليون فيه 10 مليون ديال الدعم. جايه شي حاجه في الخميسات اللي هي بزاف، يعني 25 مليون في 10 ديال الدعم غنبيعهم 15 مليون. جايين بروجيات في جميع المدن، كازا جديده اسفي. وعندنا استثمارات حتى هما كبار من مليار حتى يعني 100 مليار للمستثمرين الكبار. عندنا مشاريع اللي هما كتاب بيروات بقاع اراضي. يعني هادشي كامل ان شاء الله غادي نطوروه باش ان شاء الله نمشيو للمستقبل يكون واعر.